السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله فيديو جديد وهو افكار لعزومات رمضان. وحشوني جدا من اخر فيديو نزلته. اسفة الاطالة. انا عارفين تعبانة معرفتش اصور ولا انزل لكم اي حاجة خالص، فاعذروني. دعواتكم ليا ان شاء الله انزل لكم الفيديوهات الفترة الجاية، دعواتكم كده ودعمكم عشان استمر في القناة. النهاردة ان شاء الله فكرة الفيديو النهاردة ان انا اعملكم افكار لعزومات، عزومات اقتصادية. 5 افكار حلوين جدا. عزومات كده اقتصادية تعملها، مثلا تعزمي بنتك، اولادك، حبايبك، اهلك، اصحابك. فعزومات كده ايه خفيفة كده وسهلة. تمام. اول عزومة معانا النهاردة وهي صينية بطاطس بالسجق، حلوة جدا ومشبعة جدا وحاجة كده تشرفك قدام ضيوفك. هتعملي معاها شوية رز بالشعرية، ممكن كمان تعملي كمان فراخ مشوية، على حسب برضو أفراد الأسرة بتعملي. فالنهاردة إن شاء الله أنا جايبة لكم فكرة انتوا تعملوا مخلل، تحطوا مثلا مكليات، ممكن تعملوا معاها سمبوسة كمان، تعملوا بطاطس محمرة عشان لو في أطفال، ممكن تعملي بانيه. تمام. فديكي أفكار كده حلوة للعزومات وكده. الصينية دي حلوة جدا يا بنات وهتشرفك بإذن الله. ممكن تعملي بقى بانيه وكمان سلطة. تمام. تعملي بقى الحلو، العصير، تمر هندي. ممكن بقى تعملي بقى صينية كنافة كده حلوة بالمكسرات، أو سادة يعني كده، ايه حلوا بها بعد الفطار وبألف هنا وشفا. يا رب الفكرة الأولى تكون عجبتكم. يلا لو وصلت اللي معايا لعندي هنا أول مرة تشوفيني، انزلي حطيلي اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، واكتبي لي كده كومنت عشان أرحب بيكي لو أول مرة تشوفيني. واخواتي اللي منورين في القناة وجودكم على راسي من فوق، وحشتوني جدا والله من آخر فيديو نزلته. تعالوا بقى الفكرة اللي بعد كده وهي مكرونة بالبشاميل. انا عاملاها بالكبد والقوانص يا بنات، حلوة جدا. ممكن كمان تعمليها باللحمة، ممكن تعمليها بالفراخ. ممكن كده تعملي حاجة كده على السريع، تعمليها مكرونة بالوايت صوص بالفرن كده. تبقى حلوة جدا في العزومات وتشرفك كده جدا ضيوفك. حلوة جدا 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 يا بنات. تعملي كده مثلا صينية على قدك، تعملي معاها الفراخ او اللحمة زي ما بتحبي. فاحنا بنعمل فراخ يعني كده، اللحمة غالية ومش ندعوة بيها. تعملي فراخ، تعملي بانيه. ممكن كده تجيبي الفراخ على حسب افراد الاسرة وتتبليها من بالليل. تمام. وتعمليها ايه مشوية معاها كده. تعملي العصير معاها قمر الدين وبألف هنا وشفا. تعالوا بقى الفكرة اللي بعد كده وهي الحواوشي، حلوة جدا جدا جدا. وده حواوشي كنت عاملاه بالسجق، وفي طريقة على القناة شوفيه. شوفي الطريقة وهتعجبك بإذن الله. حواوشي سجق. ممكن تعمليه بقى لحمة، اللهم صل على النبي، فراخ اللي بتحبوه، تعملوا معاه بطاطس، تعملوا معاه سلطات بقى، سلطة خضراء، سلطة طحينة، الحالة الساعة، أو ممكن أي عصير. ممكن تعملي معاها عناب أو تمر هندي، قمر الدين اللي بتحبوه، بألف هنا وشفا. تمام. طبعا تعملي بقى على حسب أفراد أسرتك كده. والمخلل طبعا. السفرة اللي بعد كده وهو السمك، أي نوع سمك انتي بتحبيه. بتعملي السمك المقلي، تعملي مشوي، تعملي صينية، تعملي سنجاري. أي نوع انتي بتحبيه. ممكن تعملي جمبري مع السمك. تعملي معاه سلطة خضراء، تكتري بقى من السلطات بقى والطحينة وكده عشان العزومة وكده. تعملي بقى رز بالشعرية أو رز صيادية على حسب ما انتوا بتحبوه يعني. دي أفكار يا بنات أنا بديها لكم. دي بقى عصير عناب. ممكن تعملي معاه عصير عناب وتعمليهم كده ايه صينية حلوة كده. ممكن مثلا تعمليهم بسبوسة، تعمليهم صينية جلاش. في مكشكشة سهلة جدا عاملاها على القناة. شوفوها وان شاء الله هتعجبكم يا بنات. يلا بقى انزلوا اكتبوا لي رأيكم في الفيديو، متنسوش اللايك واكتبوا لي ايه رأيكم. عاوزة اقول لكم اليوم ده انا كنت فترة فيه لوحدي، كنت بصور حتى والمغرب أذن عليا، فشربت شوية من العصير كده. تمام. كان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى يا بنات اليوم اللي بعد كده. دي كوردن بلو بالفراخ، حلوة جدا جدا في العزومات، شرفك كده. الطريقة يا بنات على القناة. اعمليه كده، بعد ما تعملي كده شوفي كده الجبنة طالعة منه ازاي، وحلوة جدا ويتاكل هو سخن يا بنات.
مش هينفع يتاكل وهو بارد، وطعمه حلو جدا وهو سخن كده، الجبنة سايحة فيه وحلو جدا. حتى اسم الفيديو اسمه أكلات جاهزة على التسوية، كنت عاملاها لكم قبل رمضان، بحيث انت تجهزي الحاجات دي وتحطها في الفريزر تطلعها على التحمير على طول. شايفين بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. دي كان من صدر فرخة، عملته 5 قطع وبألف هنا وشفا. تعملي بقى محشي، محشي ده يا بنات ملك العزومات، حلو جدا في أي عزومة. تمام. تعملي أي بقى محشي، كنت عاملة محشي كرنب وعاملة محشي كوسة. تمام. كان حلو جدا وهو سخن كده، بألف هنا وشفا. تمام كده يا حبايبي، بترشي كده حاجة خضرا كده ايه علشان ايه المنظر يكون كويس كده وحلو. تمام كده يا بنات، وده المحشي بقى الكرنب. شايفين بسم الله ما شاء الله حاجة كده حلوة جدا. تعالوا بقى تحطي بقى معايا شوربة لسان العصفور، وتعملي بقى معايا سلطة خضرا وبألف هنا. دي الكوسة يا بنات، عايزة اقولكم انا بحبها متحمرة، بتبقى طعمها جميل جدا. تحمريها كده زي البطاطس وتحطي عليها شوية كمون من على الوش كده وشوية خضرة كده. عاوزة اقولكم طعمها تحفة تحفة جدا. جربوها كده، قلوها بعد ما تستوي. سلام بقى، طعمها جميل بألف هنا. ممكن بقى تعملي سلطة بقى، تقطعي كده طماطم خيار بألف هنا واللي تحبوه. اعملوا معاها عصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عصير اي نوع فاكهة، فراولة، جوافة، مانجا لو مخزنة المانجا. تمام كده يا بنات. ممكن تعملي الحلو بقى صينية جلاش بالقرفة، تبقى حلوة جدا كده كده ولذيذة وطعمها حلو. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. تمام. وده بقى المخلل بتاعنا. لو وصلتوا معانا عندي هنا بقى حطيلي لايك والاشتراك في القناة، ومستنية رأيكم في الكومنتات، كومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني. اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة. دي بقى يا بنات عجينة الطعمية للسحور، كنت عاملاها على القناة. دي تاني مرة اجربها، كانت حلوة جدا. عاملاها من غير كرات، من غير بقدونس، حلوة جدا جدا. حاجة كده موجودة في اي بيت. جربوها وان شاء الله تعجبكم. الفيديو اسمه تجهيزات لسحور رمضان، مطبخ فاطمة بالعربي والانجليزي. مستنية رأيكم، اشوفكم على خير.